لما بتكون شايف نفسك في نتيجة رقم 2 أو 3 فأنت فعليا مش في نتيجة أو 2 أو 3 بشكل مطلق. عندي مقالات بتظهر أول الصفحة تفضل شهر وبعد كده تختفي تنزل للصفحة التانية. إيه السبب؟ في السلسلة اللي أنا نزلتها على اليوتيوب اللي كنت بتكلم فيها على تشريح محركات البحث وبتكلم فيها على إزاي السيرش انجن بتشتغل، كنت اتكلمت على أكتر من حاجة، من ضمنها حاجة اسمها رانك موديفاير انجن، ومن ضمنها إن جوجل بتعمل تراكنج كامل وبتعمل تيست لا نهائي تقريبا على كل النتائج عشان تعرف تختبر مين يستحق يكون فوق ومين يستحق يكون تحت. والطريقه دي ما بقتش حكرا على جوجل بس، بل ان الباقي البراوزرز او باقي السيرش انجن قصدي زي بينج باعتباره الثاني يعني الاشهر بعد جوجل اصبح بيتبع نفس الطريقه. اللي بيحصل باختصار شديد ان انت لما بتكون شايف نفسك في نتيجه رقم 2 او 3 فانت فعليا مش في نتيجه او 2 او 3 بشكل مطلق. اللي بيحصل هنا ان انت في النتيجه دي بالنسبه لمجموعه من المستخدمين، وفي فئه ثانيه من المستخدمين بيتم اختبار بشكل لا نهائي وبيتم رفع ترتيبهم وخفض ترتيبهم عشان يحصل زي اختبار متواصل مين يستحق يكون فوق ومين يستحق يكون تحت. وده بيبرر ليه في بعض الحالات حتى لو انت كلمه ماسكها في النتائج الاولى بتلاحظ في بعض الحالات انك بتبحث بتلاقيها نزلت او اختفت تماما ومن ثم بتبدا ترجع تاني. وكذلك انت شخصيا لو عندك كلمه في نتيجه 5 أو 6 ممكن تلاحظ في بعض الايام ان هي اترمت نتيجه اولى لبضعه ايام وبعد كده نزلت تاني. كل ده بيكون من ضمن الاختبارات اللي بتحصل بشكل متواصل، وده شيء طبيعي تماما من سلوك السيرش انجن. مع العلم انا هنا بتكلم على السلوك الطبيعي، مش بتكلم على الحاجه اللي بنسميها جوجل دانس او سيرب دانس، لان ده موضوع تاني خالص وليه اسباب تانية خالص انا مش بتكلم عليه. انا هنا بتكلم على السيناريو الطبيعي، بتكلم على ان الويب سايت بتاعك سليم 100%، بتكلم على ان الويب سايت بتاعك شغال من زمان وليه جمهور وليه تواجد وبتلاحظ ان بتحصل فيه الحاجات دي. ولكن لو بنتكلم على مجموعه تانية من الويب سايتس زي مثلا ناس لسه مغيرين البرمجه، ناس لسه بيعملوا كم كبير من الباك لينك الفتره الحاليه، بتلاحظ ان بيحصل معاهم التغيرات دي. ده بيكون برضو من ضمن الاختبارات اللي بتتعمل، ولكن بشكل مطلق الموضوع ده بيكون طبيعي تماما في السيرش انجن. ومهما كان الاسباب بتاعه السيرب دانس او بتاعه جوجل دانس ومهما كان التغيرات اللي بتحصل في السيرب فلازم تكون متاكد ان ده شيء طبيعي. ولكن طبعا مش معنى كده ان هو بيكون في تقلب بشكل مبالغ فيه، اكيد طبعا ده مش مظبوط. وبنلاحظ الموضوع ده في التحديثات بالاخص، يعني بالاخص لما تشوف السنسورز الخاصه بسيم رش او اي اتش ريف بيحصل تقلبات كتير في فتره التحديثات. ولكن انا هنا بتكلم على السيناريو الطبيعي بتاع السيرش انجن وبتاع تقييم النتائج. ولو عندك سؤال وحابب نجاوب عليه تقدر تسيبه في التعليقات، وما تنساش تنضم لاكثر من 15,000 عضو على ادفانسد ديجيتال ماركتنج كوميونتي.